الأمن القومي، العرب، احنا كعرب نتحدث عن الأمن القومي كظاهرة أو كموضوع أكاديمي وإجرائي من فترة ليست قصيرة، صار حدود 30 سنة. يقول فلان عن الأمن القومي كذا وكذا، يقول، ونفهم الأمن القومي في الدول الأجنبية، وعدنا اقتراحات وعدنا انتقادات متى يتهدد الأمن القومي الأمريكي، وأمريكا ما عندها إمكانية تدافع عن حدودها لأن حدودها كذا وكذا. الاتحاد السوفيتي لا يستطيع أمن أن يتحمل القوس الأيمن والقوس الأيسر، الاتحاد السوفيتي أمن الجنوبي بطن رخوة، وهكذا. لكن من تيجي تسأل العرب هل يستطيعون الحديث عن أمنهم القومي، متى يتهدد ومتى يتعزز، وما هي الاقتراحات وما هي وجهات النظر، نجد أن هذه المسألة حتى وإن صار الحديث بها يكون مقتضب، والحديث أحيانا بها غير شيق. هذه مشكلتنا احنا الآن، بس نفهم الأمن القومي للآخرين، أما أمننا احنا متى يتهدد، شو وقت يتعزز، هذه لحد الآن احنا ما متفقين عليه. ولهذا تشوف أن الدول المتقدمة افتهمت أمنها شنو، وافتهمت أمننا شنو، وافتهمت لحد الآن من الحرب العالمية الثانية لحد الآن صار عندها قدرة أن تحل مشاكلها بوسائل بعيدة عن الحرب، لأن تفهم شنو معنى الحرب، وصار عندها قدرة أن تستوعب وتنظم كل الاتجاهات اللي هي اتجاهات عنصرية وطائفية ودينية إلى آخره، لأن تفهم جيدا إذا ما حلت هذه الأفكار في مجتمع ماذا تعني بالنتيجة. ولكن لا تتردد هذه الدول من فسح المجال للدول النامية أن تتقاتل، أن تصدر إلها أفكار من هذه الصراعات الدينية والطائفية والسياسية والإقليمية. هذا الموضوع بالنسبة لها ما يهمها. لكن الدول النامية والعالم الثالث بشكل عام والدول العربية لحد الآن احنا مدى نفهم أن هذه الصراعات تأخر في هذا العصر، وهذه الصراعات مشكلتنا احنا غير مشكلة الدول المتقدمة. الدول المتقدمة عندها مؤسسات عريقة صارت، وعندها قدرة على تصريف أي موجة وأي صرعة من الصرعات الاجتماعية. لكن في الدول النامية والدول العربية بالذات مؤسساتها هشة، تقاليدها في إدارة وتنظيم المجتمعات ضعيفة، وكياناتها مهزوزة. أي موجة وأي فكرة من الأفكار لا تستطيع هذه المؤسسات أن تحتوي وتنظم هذه الموجة، فتتفلش. الشيء الآخر، العالم كله من تصير به موجات. كثير من الدول الآن وسابقا عانت من موجات وأفكار جديدة مثل ما مرت بالوطن العربي. لكن الفرق في الإنسان أولا، وبالمؤسسات ثانيا، لأن هذه الدول المتقدمة دول المؤسسات. القاعدة اللي تحمل هذه الأفكار هي قاعدة مثقفة. المثقفين لا يستطيعون أن يخرجوا عن تقاليد المؤسسة المتقدمة والعريقة، وإنما العمل من خلالها.
هذه المؤسسة قادرة أن تستوعب وتمتص وتنتهي تصرف هذه الموجات من الأفكار، وتبقى الدولة متوازنة. في الدول النامية القاعدة اللي تحمل الأفكار هي قاعدة متأخرة اجتماعيا، ومنظمتها ومؤسستها الاجتماعية ضعيفة، فتتفجر، فتنتهي شوف من القاعدة إلى الأعلى، تهدد أمن الدولة وتعرضت إلى الخطر، وبدت الانقسامات وصار تداخل. مع كل هذه الحالة الدول المتقدمة ما تحسب 100 حساب لحالة اسمها حالة الحرب، ما تجي للحرب إلا ما ندر. يعني هاي صار 40 سنة ما تتقاتل غير الدول المتأخرة، أما الدول الكبيرة تفهم شلون تناقش ظروفها.